سويا مجموعة من الصور النادرة لبيرم التونسي يعلق عليها الشاعر خالد هلال الباحث في تراث بيرم التونسي. بداية أشكركم شكرا جزيلا على هذا الحضور الرائع، وأشكر السادة الأفاضل الموجودين، وأتوقع لو بيرم كان عايش بيننا كان هيكون مبسوط جدا، لأنه للأسف بيرم ليس له في مصر إلا مسرح باسمه وشارع في القاهرة التجمع الخامس وشارع في الإسكندرية. بيرم التونسي ملوش تمثال للأسف في مصر كلها يعني. لكن له مكان في كل قلوبنا كلنا. وده اللي جمع الناس كلها، ده اللي جمع الناس كلها فعلا سعادة المستشار. سعيد بالتجمع الجميل دوت، وهحاول اقدم مجموعه صور كده جمعناها خلال الفتره اللي فاتت ببيرم التونسي. دي البطاقه الشخصيه بتاعت بيرم التونسي، اخر بطاقه شخصيه. محمود محمد مصطفى الحريري وشريكه بيرم التونسي، تاريخ الميلاد 4/3/93، وطبعا تاريخ الانتهاء البطاقه كان 15/9/6 وكان 14/9/61. هو مات في 61 في 5 يناير 61 قبل ما تنتهي البطاقه. الصوره الثانيه دي صورته هو شباب. صوره ثانيه صوره بالطربوش. مراحل سنيه مختلفه لعم بيرم التونسي. بيشرب قهوه طبعا، والكتابه الورقه والقلم لم تفارق بيرم التونسي نهائيا، لانه الوحيد من الادباء في الفتره ديت اللي كانت مهنته هي الكتابه، فما كانش له وظيفه ثانيه في فتره الكتابه. وهنا في بيته، وهنا هنا مع الرئيس الراحل انور السادات في جريده الجمهوريه. هنا طبعا ده بيرم التونسي وام كلثوم وزوزو نبيل، وده في اثناء فيلم سلامه. وكان بيرم التونسي لانه كان بيكتب الافلام باللهجه البدويه، فكان بيقعد مع الممثلين يلقنهم اللهجه البدويه. قعد مع ام كلثوم وابطال فيلم سلامه، وقعد مع ابطال فيلم عنترة بن شداد، لان احنا عايزين نفتكر برضه ان فيلم عنترة بن شداد كله حوار واغاني بيرم التونسي. هنا مع احدى الفنانات. هنا في الصوره دي بيرم التونسي يتوسطها هنا، وهنا طبعا محمد الكحلاوي. هنا مع احسان القلعاوي وهما بيسجلوا في ملحمه الظاهر بيبرس. طبعا عم بيرم هنا، وهنا نيلي لبلبه سوري لبلبه حفظت وده منير مراد، ودي سهير البابلي اللي هي بصه لمنير مراد، كان ازواج في الفتره دي. ده عم بيرم. طبعا في الصوره دي صوره العباقره، يعني هنلاقي محمد عبد الوهاب، بيرم التونسي، يوسف وهبي، وهنا بديع خيري، وهنا احمد رامي. يعني 5 ما شاء الله عليهم من هنا طبعا بيرم، محمد عبد الوهاب والاصبجي وفريد الأطرش. طبعا دي كان حصلت مشكله في جمعيه المؤلفين والملحنين، وكان محمد عبد الوهاب متقدم عشان يمسك الجمعيه، وكان محمد عبد الوهاب عنده شركه انتاج. فكان بيرم التونسي معترض ان محمد عبد الوهاب يمسك جمعيه المؤلفين والملحنين، وكان له وجهه نظر كان بيقول فيها. اما بيرم التونسي فهو يقول ان عبد الوهاب باعتباره منتجا لا يحق له ان يتولى رئاسه هذه الجمعيه التي انشئت لترعى مصالح المؤلفين والملحنين قبل المنتجين. ويرد على هذا القول انصار عبد الوهاب قائلين ان نار عبد الوهاب ولا جنة غيره. وتطورت المناقشه الى عراك عندما قدم انور وجدي وطعن في رئاسه عبد الوهاب للجمعيه، ولم ينقذ الموقف الا فكره اطفاء النور الكهربائي على المجتمعين الذين انصرفوا غير امنين. يعني ده موقف وده خبر في احد الجرايد كان عن الفتره ديت. وطبعا هنا في الصوره ده بيرم التونسي، ده مأمون الشيخ معاه، اللي جنبه ده مأمون الشيخ شبه فريد شوقي.
دي صورة العباقرة اللي احنا بنتكلم عليها، بيرام التونسي اهو في الصف الثاني، قدام يوسف وهبي، محمد عبد الوهاب، ام كلثوم، ثروت أباظة، ده كمال الطويل، وده زكريا احمد، وده الاصابجي عبد الحليم حافظ، احمد رامي، عم بيرام، وهنا بديع خيري. ده في الصف الاول يعني صورة لعم بيرام. دي صورة للفنان السكندري خالد هنو. دي شبكة أسرة فنان الشعب محمود بيرام التونسي، تزوج الأولى نبوية والثانية إحسان، خلف من نبوية محمد ونجيبة، وخلف من إحسان صبرية اللي هي أصبحت اسمها بعد كده عايدة، وخلف محي الدين، وخلف أيمن. وطبعا دي أسرة أبناء عم بيرام، والصورة اللي بعد كده أبناء عم بيرام وبعض الأحفاد وليس كل الأحفاد اللي موجودين. ده الورقة دي بخط عم بيرام التونسي، ده خطه، مش عارف هيكون واضح ولا لأ. دي مجلة الشباب اللي كان بيصدرها بيرام التونسي في الإسكندرية في 1922. وطبعا لو شفنا هنا هنلاقي المكاتبات كانت ممنوع كتابة كلام فارغ ولعب عيال، لا يزعل اللي كتب، والبوسطة والجورنال، جريدة فيها المدير يوزنها بالمتقال ولا ترد الرسائل ولو تكون أسجال. وطبعا الاشتراكات كانت بزجل برضه، الاشتراك عن سنة واحدة جنيه في الإيد، وللتلامذة مفيش تكليف بين الأجاويد، وخارج القطر أهملناه لكونه بعيد، بزيادة مصر السعيدة وبورسعيد ورشيد. دي المجلة اللي كان بيطلعها مجلة الشباب، وبعد كده كتب فيها أحمد رامي، وأطلق على أحمد رامي بعد كده اللي هو شاعر الشباب اللي بيكتب في مجلة الشباب. دي واحدة من مجموعة قصصية كان بيطلعها بيرام التونسي، السيد ومراته في باريس، وإن دي مختارة كان بيبعت لجريدة الشباب وهو في فرنسا، طلع سنة 1923 التاريخ تحت. نلاحظ إن هو مفيش اسم بيرام التونسي على طبعة الكتاب، لأنه طبعا في الفترة دي كان منفي، وكان ممنوع يتذكر اسمه في أي حاجة. دي المسلة، وكانت واحدة من المجلات اللي كان سبب نفي عن بيرام التونسي خارج القطر لأكثر من 18 سنة. الشباب دي واحدة من المجلات اللي أصدرها سنة 1936 في تونس، لأنه من 1933 ل 37 بيرام التونسي ساب فرنسا لسوء الأحوال الاقتصادية هناك، وسافر على تونس. في تونس أصدر 4 مجلات، الشباب والزمان والسرور، والجريدة الأخيرة اسمها السردوق. ده نسخة ثانية من الشباب. وطبعا هو هناك برضه ما سكتش، يعني برضه بينتقد السلطة وبينحاز بالشعب كما هي مواقفه دائما في كل موقف. ومن العجيب ان هو اتقن اللهجة التونسية ببراعة، لدرجة كان عندي قصيدة تونسية اضطريت ارسلها لواحد صديق تونسي عشان يقراها بصوته، عشان انا مش عارف اقراها اساسا. دي مجموعة الكتب اللي صدرت لبيرام التونسي، الأعمال الكاملة صدرت سنة 84 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتجمعت في ال4 كتب دول بعد كده. دي المذكرات بتاعت بيرام التونسي. أسجال بيرام التونسي دراسة فنية، ده الأستاذ يسري العزب، دي دراسة ماجستير عاملها يسري العزب في أشعار بيرام التونسي. وديت أرض الحبايب بعيدة، رحلة نقدية في حياة وأعمال بيرام التونسي للمستشرقة الأمريكية مارلين بوث، ترجمة صحة توفيق ومراجعة إبراهيم توفيق. دي رسالة دكتوراه في شعر بيرام التونسي عملها المستشرقة الأمريكية، والكتاب طالع من الهيئة المصرية العامة للكتاب. ده كتاب محمود بيرام التونسي في المنفى، حياته وآثاره، ده كاتبه الأستاذ الدكتور محمد صالح الجبري، تونسي، توفي عام 2007، وجمع فيه كل أعمال بيرام التونسي اللي عملها في تونس، مش في المنفى كله، كل أعماله في تونس، وجمعها في حوالي 500 عمل في خلال 4 سنوات. والكتاب دوت محمود بيرام التونسي الأشعار التونسية، كتبه الحسناوي الزرعي، وده آخر كتاب صدر عن محمود بيرام التونسي في تونس. ومشكورا معالي المستشار محمود بيرام التونسي جابهولي من تونس في رحلته الأخيرة، فله ألف شكر. ده هو الكتاب ده هو من حسناوي الزرعي. حسناوي الزرعي ما شاء الله عليه لسه عايش لغاية دلوقتي، وفي تواصل بيننا. دي
اول اغنيه غنيتها ام كلثوم لبيرم التونسي اللي هي كل الاحبه 2 2 وانت يا قلبي حبيبك فين. دي مجموعه سيره الظاهر بيبرس اللي مؤلفها معالي الاستاذ سيد مهدي عنبه اللي هو حاضر معانا هنا اول، مطلع 3 اجزاء عن سيره الظاهر بيبرس، المسلسل الاذاعيه اللي عملها بيرم التونسي. ده الجزء الاول وده الجزء الثاني وده الجزء الثالث من سيره الظاهر بيبرس. الاستاذ سيد عنبه منورنا هنا. دي ليله من الف ليله. الاوبريت دوت كتبه بيرم التونسي سنه 1925. الاوبريت ده مكتوب من 100 سنه وما زال يعرض الى اليوم على المسرح. يحيى الفخراني عرضه ليله من الف ليله في 2015، والايام دي بيعرض بعنوان اخر وهو ايام في الجراب يحاول. الاوبريت ده ما فيش فيه كلمه اتغيرت، كل الاشعار وكل الحوار وكل الكلمات كلها كلام بيرم التونسي والحان احمد صدقي. طبعا احنا عاملين صفحات في السوشيال ميديا لبيرم التونسي. الصفحه الاولى ديت لو حب حد يتواصل معانا، الصفحه الاولى بعنوان بيرم التونسي، والتونسي الاخيره فيها ايه؟ نقطتين من تحت كده. والصفحه الثانيه شاعر الشعب بيرم التونسي. الصفحتين انا الادمن بتاعهم، واتشرف اي حد عنده اي سؤال في اي حاجه ينورنا يعني. كده هنتفرج على عم بيرم وهو بيتحرك دلوقتي، يعني صوره لعم بيرم وهو بيتحرك دلوقتي. ده الفيديو الوحيد اللي لقيناه متحرك لبيرم التونسي. اهو بيرم التونسي اهو، هو الشخص ده. وطبعا يوسف وهب هنا ومحمد عبد الوهاب وبديع خيري وراه، سوري ده احمد رامي وراه وبديع خيري قدامه، وده عم بيرم هنا. الفيديو دوت او الاحتفاليه ديت كانت يوم 19 ديسمبر 1960. 19 ديسمبر 1960. بعدها باسبوعين فقط 5 يناير 61 توفى عم بيرم التونسي. فدي اخر كانت مشاهدات لي. دي جائزه الدوله. دي الدوله طبعا بتحتفل بالمبدعين، وطبعا عم بيرم اهو، انا بحاول بجيب سهم هنا. عم بيرم اهو في الصف الثاني، وقدامي شباب محمد عبد الوهاب وام كلثوم، شرف أباظة، طه حسين، اللي ورا ده كمال الطويل، زكريا احمد، الاصابجي، عبد الحليم، واحمد رامي، وعم بيرم. بديع خيري. مش عايز اطول عليكم، احنا جايبين مجموعه صور كده. هنسمع بقى بعد كده، نجيب حاجه نسمع صوت عم بيرم، وده التسجيل الوحيد اللي هنسمع فيه صوت عم بيرم. يبقى احنا كده شفنا صور وشفنا خط ايده وشفنا البطاقه بتاعته. كده سمعنا صوته وشفناه وشفنا صوره وشفنا بطاقته وشفنا خط ايده. كده اكون يا ريت اكون قدرت اوفي شويه من حب العم بيرم. شكرا جزيلا.